مشايخ المانيا ممكن مستحقات. طيب اسمعوا مني وانا اكلمكم الصدق. طلبات المنح الجديده انا تقدمت في مجلس الوزراء قبل يومين بطلب 1000 منحه داخليه و1000 منحه داخليه خارجيه. مجلس الوزراء بلغنا انه ولا يقدر يعمل شيء وانه هذا الموضوع سيبحث لاحقا. هذا واحد. لهذا انا ما اقدرش اعد باي شيء الا لما الحكومه تعطينا مبالغ. طيب مشايخ المال يريدون مستحقات. بالنسبه لزياده المنح نحن مربوطين بميزانيه يا جماعه فهمونا. نحن مربوطين بميزانيه بما معناه ما اقدرش انا ازيد الا وزاره المال توافق لي على هذا الشيء. يعني فهموا الموضوع مش انه في فلوس في وزاره التعليم العالي وزاره نصرفها ابدا. القصه وما فيها 7000 طالب هم الذي بيستلموا المخصصات الموجودة حاليا وبالأرقام الموجودة حاليا. أي زيادة فيها لازم الحكومة تحط مبلغ إضافي جديد. يا معالي الوزير الطلاب اللي مقطوعة عليهم المنح يعني نفس الطلاب الذي مقطوعة عليهم المنح. أي واحد كان يستلم منحة وقطعت منحته الآن في عندنا لجنة تظلمات بتشوف هذه المواضيع حقهم. يا معالي الوزير لي سنة أنا لي قريب. أنت كنت طالبة على حساب الحكومة؟ لي قريب له سنة وأنا بنعامل له على المنحة ولجنة التظلمات كل حاجة ثانية اسمعونا أنا أقول لكم على موضوع سيد الوزير ما في الا موضوع واحد يصير في كلمه. تفضل يا نساء. اعتقد المطالب واضحه في البيان. انا شفتها. شفتها اعتماد المساعدات الماليه، رفع المساعدات الماليه، في طلاب هناك مبتعثين ولحد الان ما وصلناش اي مساعده ماليه، هذا اعتقد انهم من مهامكم. مبتعثين على حساب الحكومه؟ ايوه مبتعثين على حساب الحكومه، مبتعثين على حساب الحكومه، ممكن يرسلوا الوثائق حقهم. ممكن يرسلوا الوثائق حقهم. حاجه ثانيه بس يا دكتور لو سمحت حكاية متابعة وزارة المالية أو رئاسة الوزراء أعتقد نحن كمتضامنين نحن نشتري رد منها. لا نحن كمتابعين لا رئاسة الوزراء ولا وزير المالية. أعتقد الوزارة هي المسؤولة. الرد مني هو التالي، ليس لدينا أي اعتمادات جديدة نعطيها لأي حد. الحاجة الوحيدة اللي سويناها العدد الطلبات 7000 الذي عندنا. الحاجة الجديدة اللي سويناها انه اي واحد معدله فوق ال90 سجلنا مجموعة من الطلبات، اي واحد معدله فوق ال90 نبدأ على دفعتين، الدفعة الأولى والدفعة الثانية عملناها. لكن بالنسبة لزيادة المستحقات أو بالنسبة لأي منح جديدة نحن بناخذ الفلوس من وزارة المالية. اوكي والمساعدة المالية التي هي لازم تمنح لهم. أي واحد راح على حساب الوزارة مفروض الوزارة تعطيه حق المساعدة. مفروض بس المفروض هذا ما يحصل. اشتي اسماء هؤلاء الناس الذي راحوا على حساب الحكومة ما استلموش. عفوا يا استاذ عفوا. الشباب بألمانيا طلاب بألمانيا اليوم رابع يوم هم معتصم. مش معقول لحد الآن ما عرفتمش من هم الطلاب الذي هم لازم مستحقين مش مستحقين. أي واحد أولا لحظة أكمل بس. لكن أمس يحصل لهم حصار داخل السفارة وتهديد بأنه سيتم إبلاغ الشرطة الألمانية بفضل الاعتصام. هذا الموضوع في ألمانيا مشينا. لا بس على السفارة هددتهم. السفارة أنا أتمنى الكل يعرف التالي. الكل يعرف نحن في وزارة التعليم العالي معانا ميزانية هي اللي بنصرفها حاليا. وزير التعليم الشباب مزياب دخلوا اليوم السادس. كم مرة تواصلت مع الشباب؟ أنا تواصل مع القائم بالأعمال 4 مرات. القائم بالأعمال اللي حصل معه والذي أبلغهم بأنه بيبلغ. الآن بكل مكان. أنا مع الطلاب. عفوا يا أستاذ هشام نحن في مرحلة نحن اليوم في اليمن بنعيش مرحلة العهد السابق. الفساد السابق لا يمكن نقبله كشعب يمني نهائيا. وأنا معك. لا معانا 6 أيام شباب محاصرين في ألمانيا. لا أنت الآن بتحاول ترميها على وزير المالية. خلاص جبنا لنا رد رسمي وزير التربية والتعليم انك فشلت وزير التعليم العالي انك فشلت في اداء مهامك مع الحكومة. الان صدق انت مهامك
عندك خدمه الطلاب المبتعثين لما تجيب الان دورك في الوزاره انك تمشي نفس الاجندات السابقه معناته ده فشل. ايوه صدق. وهو الان بنتكلم ثلاثة منكم مشاكلكم ثلاثة والأستاذ رجال بيقابل ثلاثة من الخوارج. انا الان اقول لكم عملت اللي قدرت عليه، طرحت المشروع على الحكومه. ما رضتش الحكومه تعطينا. بعمل ورقه بعملها. ثلاثة منكم اللي جو مالك طبعا 27 وعارف انت الموضوع قابلناك اكثر من مره ما تغير اللي تحت كلهم يطلعونا وينزلونا لا في اعتراض ولا في اي حاجه. لا لو سمحت انا جيت انت واحد صور هذه صور هذه الخيام عند الباب ما قبلوها هذا واحد لا ما قبلوها في جامعة تعز. نحن مع مطالبات الطلاب، نحن مع مطالبات الطلاب. يا اخي الوزير هذه لم تقبل في جامعة تعز 95 لحظه ولم تقبل في جامعة تعز. اكلمها انا باين خلوا نحن معاكم يا جماعه، اسمعونا، نحن معاكم، لكن هذا الموضوع يجب ان يبحث في اطار وزاره الماليه ورئاسه الوزراء بالاعتمادات الاضافيه. اذا لم يتم اعتماد حقات الطلبه في المانيا والهند ولبنان وماليزيا طلاب اللي بيدرسوا حاليا اللي بيدرسوا الان على حساب الحكومه، على حساب الحكومه، واللي تخرجوا مبادرين الشوارع لا انه دائما انا اعتقد المنح الجديده ما فيش معانا فلوس. لحظه الحوار حد بيجي ضامن يتكلم الا نحن ضامنين انهم مبتعثين من الحكومه. مستحيل احد كل واحد مبتعث من الحكومه يستلم مخصصات. هذه طلبات جديده. ليش الاعتصام لالمانيا؟ يا جماعه اسمعوا، ليش الاعتصام سواء يا استاذ سواء المانيا او مصر او الذي ماليزيا معه مشاكل ارباع ولا حاجه يتقدم للمكتب واحنا نشوف المشاكل حقه. الذي بيدرس حاليا على حساب الدوله. ليش من اللي مسؤول عن المشايخ وعيال المراكز يا جماعه ما بتوقفش المنح ابدا. انا كلمتكم من عندي. يلا معنا حالة من السعودية، معنا حالة من السعودية تشرح لك. اسمعوا يا جماعه، حالة من السعودية بتسمعها حالة من السعودية لازم تسمعها. حاله من السعوديه لازم تقدم ورقه وتقدمها للمكتب. تقدمها للمكتب حق يشوفها. يا استاذ يا استاذ تسمع لما تحل القضية يسعدك يا سيادة الوزير شيء احنا معك يا استاذ شيا كيمرة